دلوقتي هنشرح الجزء الخاص بالadministration. تمام. طيب لو جيت هنا في الadministration عندي كذا مجموعة، ممكن إن أنا لو أنا عايز أضيف team member شغال تحتي. أنا عندي كلينيك أو أنا عندي الشركة الخاصة بيا عايز أدخل أكونتات اليوزرز تحتي، فأنا عندي هنا team members بعمل لهم أكونتات بالإيميل والباسورد بتاعهم كل حاجة، وبديهم rules permissions هنشوفها دلوقتي، وبشوف الإنتاجية بتاعتهم لكل حد بالظبط إيه. طيب خلينا مثلا نتكلم في الجزء بتاع team members، فلو دخلت على all team members فبالتالي هالاقي إن أنا ما عنديش ولا حد شغال تحتي. طب عايز أضيف حد، آجي من هنا أعمل create، فهيطلب مني بيانات الشخص ده، أحط صورته، اسم الشخص، حد اسمه أحمد، رقم تليفونه، الإيميل اللي هو هيدخل بيه أصلا، الإيميل بتاعه باخده منه، وبدخل الباسورد بعمله له بنفسي، وبدخله كمان مرة بحدده كمان مرة. ولو هنا في بديله رقم موظف عادي جدا بديهوله كرقم حاجة ببقى أنا عارفه بيها، وهنا وظيفته إيه، هل هو جنرال مانجر، كاستمر سيرفيس، سيلز، دايتيشن، ترينر، كاستمر كير، حاجة بس ببقى عارف بيها. كل ده مش هديله لسه بريميشنز، كده مش هيقدر يعمل حاجة، أنا بس بعرف هو الرول أو وظيفته أو المسمى الوظيفي بتاعه إيه وبسجله، وبقى اكتف دي ان هو شغال معايا دلوقتي. في حاله ان هو سابني وخلاص بطلنا شغل مع بعض، بشيل اكتف فمش هيقدر يدخل على الاكونت بتاعه تاني. طيب work hours ان انا مثلا بحدد له عدد ساعات عمل السيستم يفتح معاه، يعني افتح معاه السيستم من الساعة نفترض 8 الصبح لحد الساعة 4 العصر. تمام، مجرد ما انا عملت كده هو مش هيقدر يدخل على الاكونت الخاص بيه الا في من 8 ل 4، غير كده مش هيقدر يدخل نهائي. بعدين بعمل سيف داتا، فانا كده عملت له الاكونت بتاعه. طيب هل هو يقدر يدخل عليه دلوقتي؟ يقدر يدخل عليه، بس مش هيبقى مفتوح معاه أي حاجة، صفحة كلها فاضية بلا استثناء. طب عايز أدّي له صلاحيات، فباجي من هنا وأدخل على rules and permissions. تمام؟ فهالاقي عندي الrules اللي كانت كده موجودة general manager customer service sales، فأنا كنت حاطّه مثلًا في الdietitian، هو دكتور أحمد شغال في الdietitian، فالpermissions count الصلاحيات اللي أنا مدّيها له لسه 0، والusers ما حطيتش ولا حد فيه. تمام، اللي هو كام حد شغال معايا في الrule دي. فالdietitian بادخل عليه، آجي من هنا أعمل edit. طيب عملت edit، فبالتالي هيظهر معايا إيه الحاجات اللي مسموح له إن هو يعملها. هل هو شخص أدّي له كل الصلاحيات اللي عندي في الaccount بتاعي عادي، فاعمل select all فكله هيتعمل تمام، ليه كل الصلاحيات، والّا هو مثلًا في الdietitian ما لوش علاقة بالworkout فأنا مش هاعلّم عليها، ما لوش علاقة بالexercise، ما لوش علاقة بالadministration، بانزل تحت بالاقي هنا الdiet. عايز أselect واحدة أوكي تمام، مش عايز أselect لأ، هاselect كله مرّة واحدة. فهو ليه صلاحية في قسم الdiet يعمل create ينشئ نظام غذائي، يشوف أي نظام غذائي موجود، يقدر يعمل update يعدّل أي حاجة موجودة في البلان نفسها، أو كمان يقدر يمسحها، بس أنا مش هادّي له سُلطة إن هو يمسحها، براحتي، أنا باتحكّم في كل حاجة، وهكذا في تفاصيل كتيرة جدًا. خلّصت الكلام ده اطلع فوق واعمل save فبتتفتح معاه السيستم بالصلاحيات بتاعته دي. تمام، ده كده إن أنا إزاي أقدر أضيف معايا ناس شغّالة تحتي من موضوع team members باضيفهم الأول وبعدين بادّيهم الصلاحيات. active team members دي الناس اللي already تبقى فاتحة دلوقتي قدّامي، يعني مثلًا الشخص اللي اسمه أندرو ده فاتح من سنتين، ده أنا دلوقتي. تمام، مدّيني في الحالة بتاعتي، ما دام ما عنديش فخلاص هو هيدّيني الdefault اللي هو أنا. الteam productivity هنا بقى بيورّيك الإنتاجية بتاعة الشخص، يعني لو جيت مثلًا عملت من هنا filter فييجي يقول لي مثلًا من يوم 22/9 ليوم 22/10 العميل أو الموظف اللي اسمه أندرو عمل إيه، وأعمل فلتر، فيطلّع لي كل اللي هو عمله. ده على فكرة ضاف 18 عميل، حلو، عمل 21 دايت، كل الكلام ده، وطبعًا كل حاجة بالرسم البياني بتاعها، عمل كام دايت، سجّل كام اشتراك، عمل كام resistance plan على حسب طبعًا الcategory بتاعته يعني وصلاحياته هي إيه، فأنت بتقدر تقيّمه برضه من هنا. تمام، ده كده الجزء الخاص بالteam وإزاي باعمل له account وإزاي بادّي له permissions وإزاي كمان باتفرّج على الproductivity بتاعته كمان.